ليه نجيب ساويرس هو أهم رجل أعمال في مصر؟ ده لأنه كان السبب في دخول خدمات المحمول لمصر سنة 1998 لما أسس شركة موبينيل اللي هي دلوقتي اسمها أورنج، وفي نفس السنة ظهرت شركة جديدة اسمها مصر فون الاتصالات أو كليك جي اس ام، واللي بقت اسمها فودافون سنة 2002. فضل الصراع بين الشركتين لحد سنة 2006 لما ظهرت شركة جديدة اسمها اتصالات مصر اللي كانت تابعة لشركة إماراتية اسمها اتصالات الإمارات، واللي دخلت بشبكة الجيل الثالث لأول مرة في مصر بعد سنة واحدة بس من إطلاقها في أمريكا و5 سنين من إطلاقها في اليابان. وتمر السنين على نفس الوضع لحد سنة 2017 وتحديدا في شهر سبتمبر يوم 18 لما شركة المصرية للاتصالات أطلقت شبكات الجيل الرابع في مصر تحت اسم وي. وبعدها بسنتين بس سنة 2019 ظهرت شبكات الجيل الخامس في اليابان، وأخيرا بعد 5 سنين من إطلاقها في اليابان وصلت لنا مصر، وهيتم إطلاقها بشكل رسمي في خلال الشهور الجاية من خلال شركة وي. السؤال هنا بقى، هل شبكات الجيل الخامس هتحل مشكلة الشبكة في مصر ولا لا؟ لأنها